اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تبعوا الفيديو من الأول حتى الآخر غيعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو هذا يوم جديد وفيديو جديد، ونبداو الفيديو ديالنا في الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم جيت نشارك معكم واحد الفيديو اللي هو زوين بزاف، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وفيديو اللي هو هاكا التحليل غادي ينفعكم، وبالتجربه غادي ينفعكم بزاف. واحد المشروب طاقه طبيعي بدون مواد حافظه، بدون ضرر للصحه ديالنا. كيف ما كتعرفوا راه كلشي الله يستر كيفقد الطاقه ديالو مع الشغالات ديال الدار، مع الوليدات، مع العصا، مع هاد العامل النفسي هذا كله كيجعلنا هو كيبان لكم راه بسيط في بعض الاحيان، ولكن هادشي كله فاش كتراجعوا النفس ديالكم كتلقاو راسكم كيف كتفقدوا الطاقه من هاد الجانب هذا بزاف. ماشي غير ملي تكونوا خدامين بعقلكم، خدامين الاعصاب، وهذا فاش كتجلسي وتراجعي نفسك كتلقاي راسك يعني فريمون فقدتي الطاقه بواحد الشكل اللي هو رهيب. المهم هذا المشروب هذا اللي هو من داكشي اللي كاين في الكوزينه. اي حاجه عندكم اي حاجه كاينه في الكوزينه تقدروا توظفوها في هذا المشروب هذا. شوفوا هنايا عندي المعدنوس، ها نتوما المعدنوس راه تبارك الله طري وزوين. المعدنوس هنا عندي المعدنوس، الإقامة غادي نحيد لها العويدات ندير غير الوريقات. الإقامة هنايا هاد البرتقاله وحده، عندي واحد الوحيده ديال الكورجيت، القرعه. استغفر الله، اسكت. علاش كتقول ويلي حشومه؟ هنايا عندي الفكوس وهذا الوريقات هادو ديال البسباس. شوفوا كيفاش دايرين طريين، حتى هما زوينين، وفي نفس الوقت فيهم واحد لوغو كيجيكم بحال النافع. وريقه البسباس بحال النافع نيشان. هاد المشروب هذا يصدقوني الا جربتوه غادي يعجبكم وغتلقاو عليه نتيجه. المهم انا صوب داكشي اللي عندي. هنايا عندي خياره راه واخا كبيره ماشي مشكل، حيت انا غادي ندير القياس اللي غادي يكفيني، القياس اللي غادي يكفيني النهار كامل، فهمتوني. وهذا الشيء اللي عندي، هذا الشيء اللي عندي في الكوزينه. نقدر كان عندي حتى شي حاجه اكثر من هذا الشيء انا نقدر نديرهم، فهمتوني. ها انتم راه كندير هنايا البانكيك للدراري، درتو زعما على حساب الفطور الكوتي للدري. وهذا المشروب كما قلت لكم غادي نديرو باش نقيم النهار كامل والليل، فهمتوني. صافي هنايا غادي نقطع. قلت لكم انا هذا الشيء اللي عندي غنقشر هاد العصير، هاد التينه هذه ديال العصير، ولكن راها مزيونه. ها نتوما راه غادي تقشر، راها مزيونه. غادي نقشر هذا، لا وغير بالماء، ما غنديرش فيه. شنو قلت؟ العصير ما غنديرش فيه السكر نهائيا. بابا وغندي ندير واحد العصير حامضه، حيت راه عندي معصر. تقدروا ديروا واحد العصير قد هذا الشيء هانتوما. عصير هذا واخا غير العصير تبارك الله نتوما زوين بحال طري. جلسه فيصل. ايوا صافي غادي نقطعهم وغادي نصاوبهم بلا ما نقشرهم بهذه الطريقه هذه. هادو ما غنقشر لا خيزو لا حتى شي حاجه،
وغادي نطحن ونرجع معاكم. شوفوا البانكيك تبارك الله، شفتوا كيدير بحال البغرير، بحال البغلي. بحال البغلي. بانكيك بحال البغرير. ها نتوما كيجي خفيف وعرفتو غير بالماء مصوبه، كديروا غير بالماء، ما درت لا حليب لا والو، لا حليب لا دانون لا والو، غير الماء والفاني. غير الماء والفاني. هانتوما شوف كيجي تبارك الله مجعب ومفشفش، كيجي بحال زعما الكيكات. ايوا صافي غادي ندوز باش نطحن هذا الشيء ونرجع معاكم. هنايا نسيت ما قلت لكمش، غادي ندير معلقه صغيره د القرفه، هي هذه المعلقه باش عبرت، ومعلقه ديال السكينجبير، وهانتوما قياس عصير حامضه في هذا الكويس هذا. باش ما غنوليش ندير المونتاج داكشي علاش غادي نحبس وحتى نرجع معكم. هنا غادي ندير في هذا البانيو هذا، غادي نصفيه وحتى نرجع معكم فاش نديرو في الكاس. اللي زوين هادشي هي تكوني كتهضري، درت حتى شبعت معكم فاش درت هكا كنلقى التليفون مضبب، داكشي كيبان مهم مضبب. كيف ما قلت لكم هذا هو المشروب تبارك الله، راني حصلت على كميه وفيره، ما بغيتش نضيع داك، ندير غير نص خيزويه ونص من حاجه ونص من حاجه. هانتوما كيجي القوام ديالو، صفيتو بالصفايه. هانتوما شحال بقى داك الشوائب هادو، مهم ديال القرفه وهذا القرفه وداك السكينجبير نقدر ناخذ سكينجبير طري، غير دابا ما عنديش. المهم ما بغيتش نتقيد نقول ما عنديش شي حاجه، كتعكزي على بزاف ديال الحاجات راكم عارفين. ملي كتكوني هكا، ملي كتكوني كديري شي حاجه وتقولي لا حتى ناخذ، كتعكزي. لهذا ما بغيتش نعكز، درت هذا المشروب هذا لحقاش اليوم الخميس عندي غادي يكون عاير، عندي متعب بزاف، كنصبان ونسيق وداك الشيء كامل راكم عارفين، والوقوف. صافي قلت غادي ندير هذا المشروب هذا، هو اللي غادي ينفعني. كناخذ فيتامينات اللي كنكون هكا بعض المرات كناخذهم، ولكن دابا تكمل لي صافي قلت ما عندي لاش، غادي نصاوب غير هذا المشروب هذا من الدار، وفي نفس الوقت راه زوين وطبيعي. دابا غير كتكوني كتعكزي على شي حاجه، ماشي غير حاجه، بزاف الحاجات كنعكزوا عليهم باش نجمع هاد المكونات هكا ونطحنهم وداك الشيء كيجيك العكز. هنايا راني شربت، كنت كنصور معكم، شربت النص في هذا الكاس، راه زوين، ما كيجي لا زعما لا مر لا والو. المواد ديال كلشي راكم عارفين طبيعيه. غير هو اللي كتاخذ السكر، كتاخذ ما كيعجبها العصائر بالسكر، غادي يجي لها شي شويه، ولكن هودي على هذا الكاس في خطره، فكري في صحتك، فكري في داك الشيء اللي كتعاني منه، ما غادي يجيك طبيعي. بالنسبه ليا انا غيجيني طبيعي، على حقاش العصير بزاف ديال العصائر كنشربهم انا طبيعيا، ما كنديرهمش السكر. والسكر ماشي غيصير غير الا مرضنا به، يعني غير الوقود ديال السكر كتولفي بلا به وصافي، ماشي شي حاجه مهمه. هو راه اللي مهم فيه مضر للصحه، ولكن فاش كتولفي بلا به صافي عادي. زعما بزاف الحاجات تقدري تاخذيهم بلا سكر، لا عندك القهوه اتاي العصير، المهم بزاف ديال الحاجات. من كوني هكا بالنسبه لي انا كنفضل ناخذ هكا قهوه مسوسه، كتعجبني اللوغو ديالها هكاك. بعض الاحيان كندير لها السكر. ايوا هادشي اللي كاين. نتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، تخرجوا منه بشي فائده، ونتمنى تدعيو معايا حتى انايا هاد المشروب اللي درت معكم وشاركته معكم يعطيني شويه ديال الطاقه هكا باش نولي نخدم على القناه ديالي. مره كنقول نحبس، مره كنقول نزيد، باقيه متصارعه مع عقلي وقلبي. ايوا الله يدير لي فيها الخير. غادي نقول لكم غندير صلاه استخاره ونشوف اشنو غادي ندير في هذه القناه. مهم باش ما كان دابا غادي باش ما كان غادي نرجع لكم بالجواب.
كنت غادي نحبس، راني غادي نقول لكم نحبس، كنت غادي نزيد نقول لكم دعموا القناه بالاشتراك وبارطاج مع الاهل واصدقائك باش تعمل فائده. وشكرا لكم على حسن التتبع. وهذا ما غادي نقول لكم، ونتمنى هذا المشروب هذا ما تعكزوش عليه. وتبارك الله دابا الخضر راه كاينه ما شاء الله، ما لا الضواطه في السويقه الحمد لله وشكر الله. الله يدومها ساعه والله يكمل على العباد والله يرزقنا الصحه والسلامه باش نكونوا مع وليداتنا. هذا ما غادي نقوله، ونقول لكم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله، ومع شي وصفه واحده اخرى ان شاء الله. غادي نشارك معكم واحد الوصفه ضروري هذيك خاصه نكون كنكمل ولا ما نكملش، والتكمل اللي غادي نقول لكم نكمل واش غادي نبقى نحط معكم الوصفات اللي كندير د الماكله. هذا هو اللي الصراع عندي ما بين كما قلت لكم ما بين عقلي وقلبي. اما هكا شي وصفه اللي فيها الفائده، شي وصفه ديال شي اعشاب اللي مجرباها، شي حاجه هذه راني غادي نشاركها معكم بالتاكيد. اما الوصفات الماكله هما اللي باقيين عندي معاهم مشكل، فهمتوني؟ ايوا نتمنى هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش معايا عليا واحد لايك وبارطاج كيف ما قلت لكم مره اخرى. بسلامه الى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي.